في قروش يا جدعان. المنظر ده بيفكرني برأس البر. نزل له منين الشط ده يا جدعان؟ وها هو المحيط يا رجاله. انا مواطن استرالي عندي حقوق استراليه. يا لهوي الميه جايه ورايا يا جدعان. يلا بقى يا جدعان، ذاكروا بقى علشان ربنا يكرمكم كده وتيجوا وتاخدوا دعوه والدنيا تمشي معاكم يعني. انزل الميه بالكاميرا وربنا يستر. مش عارفه يعني ايه او اي. الاي او اي ده يا جماعه ميه عاديه تحس ان هي نهر النيل. السلام عليكم، مساء الفل يا رجاله. انا مواطن استرالي عندي حقوق استراليه. المنظر ده بيفكرني برأس البر. وانت داخل كده، الناس بتاعت رأس البر بتاعت زمان، وانت داخل كده كنت تشوف البحر من بعيد، وطبعا كلنا كنا بنقلع ونجري. فالمنظر ده بيفكرني برأس البر بصراحه. خلينا نحترم نفسنا بقى ونروح على المشاة. فطبعا احنا دلوقتي بقى طالعين على المحيط. المفروض ان ده بيتش، يعني المفروض ان هو ده شط، لكن المنظر من بعيد تحفه. المفروض ان انتم شايفينه يعني على الكمبيوتر، بعد كده يعني هتشوفوه بشكل افضل، واتمنى الكاميرا ما تخيبش ظني يعني. ف الله يا سلام، في شويه هوا كده تشمهم يرجعوك 20 سنه ورا. تمام يا جماعه، اللي بيذاكر انجليزي ذاكر يا ابني ذاكر واجتهد، عشان انا طبعا ببعت رساله لصديقي وحبيبي هو عارف نفسه. يا ابني ذاكر واجتهد، عشان احنا دلوقتي داخلين على المحيط. تمام، يعني اذا كنت انت مش قادر تذاكر ساعتين في اليوم وزهقان من الانجليزي، فشوف انت معديك قد ايه بقى. طبعا الكلام ده لكل الناس يعني. انا اهو قربنا، ده حتى في ناس نازله. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جدعان، انا عايز اقلع وانزل والله. ايه المنظر ابن اللذينه ده، يا نهار ابيض يا الله. يعني انا من ساعه ما بدات المشوار وانا مش ورايا غير ايه؟ وروني المحيط وروني المحيط وروني المحيط. وها هو المحيط يا رجاله. طبعا لو في حاجه ظاهره كده ولا كده، او مش عايز حد يبص، عشان انا يعني ايه، يعني عيب، ما يصحش كده. اجيبها من فوق عشان ايه، انا عارف الايه، الناس اللي هي ان شاء الله ما يكونش ظاهر حاجه يعني. يا نهار ابيض، ايه ده يا جدعان، ايه ده يا جدعان. احنا مش عايشين في الميدل ايست. لا بس بصراحه اسكندريه برضو جامده. المنظر بصراحه تحفه. طبعا انا عايز انزل تحت عشان اجيب بقى انا ما اعرفش، المفروض الكاميرا ديت تنزل في الميه عادي يعني. فانا عايز انزل كده، ويقال ان ميه المحيط بتبقى ساعه، يعني صيف شتاء ساعه برضو. فده المنظر طبعا اللي حوالين الشط. تمام، انا والله حتى ما اعرف اسمه شط ايه يعني، اكتبوا لي في التعليقات بقى. فانا كتبت الشط، مشيت ليه بتاع 10 دقايق من البنك بتاع الكومنولث، بس حاجه تحفه يعني. طب تعالوا يعني شوفوني بقى. شوفوني، انا عارف انتوا دلوقتي مش عايزين تشوفوني، بس شوفوني. شفتوني. ف خلينا ندخل كده على الشط. انزل له منين الشط ده يا جدعان؟ السلم هناك اهو. طيب تعالوا ننزل الشط ونشوف الشط الجميل ونوريكم. انا بصراحة مش عايز اقطع عشان ما نقعدش نمنتج كتير، ولكن شكلنا هنضطر ان احنا نقطع اللقطة. حتى انا بيقول لك ايه، شاركس، يا نهار اسود. warning use of this facility may please take care. ده بيقول لك في شاركس. في قروش يا جدعان. احنا اخرك تنزل مترين، ما بعد كده انسى الكلام ده. هو المحيط يا رجاله. الميه هتيجي عليا، يا نهار ابيض.
ده المحيط يا جماعه. الميه اصلا انا عايز انزل، انا ندمان ان انا ما جبتش المايو بتاعي بصراحه، عايز انزل مش هينفع كده والله. هو ده المحيط بقى اللي انا كنت دايما بقول للناس يا جماعه كل ما حد يسافر اقول لهم وريني المحيط. المحيط بالنسبه لي يعني امواج وشغل عالي. تعالى كده نشوف الميه كده، الميه ساعه ولا معقوله يعني، مش عارف. انا عايز شويه ميه بس انا مش عايز ابهدل الكوتشي بتاعي. شفت الاخ اللي هناك ده اللي بيعمل سيرفنج كده، يا دوي بهدلت نفسي. بهدلت الكوتشي، باظ يا جدعان. الكوتشي باظ يا جدعان. فهو ده بقى المحيط اللي احنا بنتكلم عنه. الاجواء تحفه. دي طبعا المنطقه اللي حوالينه، تمام. يلا بقى يا جدعان، ذاكروا بقى علشان ربنا يكرمكم كده وتيجوا وتاخدوا دعوه والدنيا تمشي معاكم. يعني مفيش حاجه مستحيله باذن الله. يعني اعمل اللي عليك، خد بالاسباب. متهيألي كده بعد ما انت شفت المحيط المفروض ان انت بقى ايه يعني، اقول لك ايه يعني، روح ذاكر بقى، ذاكر. تعالوا بقى اوريكم نتكلم بقى اهو. نحن هنا على المحيط يا رجاله، المحيط، واخيرا المحيط. انا كنت يعني اي حد بيسافر يعني اول رساله من صحابي، اول رساله اقول له بعد اذنك انا عايز المحيط، تمام. يا لهوي الميه جايه ورايا يا جدعان. كنت اقول له دايما وريني المحيط. لهم بعت لي الصور اللي هي ميه عاديه تحس ان هي نهر النيل، لكن اللي ورايا ده انا كنت عايز اسمع صوت الموج. صوت الموج ده ليه متعه كده يعني. انا كان نفسي طبعا المره الجايه هحاول ان انا يعني ايه انزل الميه بالكاميرا وربنا يستر. المفروض ان الكاميرا دي ضد الميه يعني، المفروض يعني نظريا ان هي ضد الميه. ف هستغل الفرصه بقى معاكم كده وايه اجاوب على كام سؤال كده يعني. بنكرر الكلام علشان الناس برضو ايه تبقى مستوعبه يعني. ف الناس دايما بتلاقيها واقفه في اول خطوه يعني الموضوع الانجليزي خلاص خلصناه يا جماعه. الانجليزي يعني البي تي اي، لازم البي تي اي ده. انا دايما بشبه امتحان البي تي اي هو امتحان الانجليزي بتاع الثانويه العامه. شويه حاجات بتحفظها مع تمبلتس مع تدريب، براكتس بتلاقي الدنيا ايه، الدنيا بتختلف معاك. وانا ما زلت عند رايي، فانت في 6 شهور لو بتذاكر كويس هتوصل مرتاح لبلس 70 يعني. هيبقى قدامك تكيتين كده على الموضوع بلس 79. طبعا انا بتكلم الناس اللي هي مستواها اللي هي مستواها عادي، اللي هو كان زينا، اللي هو قبل المتوسط ده ولا بتاع التعليم الحكومي يعني. مش بتكلم على الناس اللي هي الفراوده واللغه بتاعتها كويسه يعني. فبالتالي البي تي اي يعني هو بس 6 شهور. تقييم الخبره اعتقد ان تقييم الخبره سهل يعني، مش هي كلها تجميع اوراق. والناس طبعا اللي هي عندها مشاكل في التأمينات واللي كان شغال ومش مدي اخوانا ان هو في يوم من الايام ان هو هيهاجر، بقى عندك كذا اثبات بقى، البنك، تأمين، يعني في كذا حاجة. طبعا الناس اللي هي في السعودية فدي ناس يعني معظمها بيبقى يعني انت ما ينفعش تشتغل لما يكون انت في التأمينات يعني. بس خلصت الموضوع. الاثنين دول الناس مش عارفة يعني ايه EOI. الاي او اي ده يا جماعه اللي هو بتفتح الابلكيشن. انا ما اعرفش اذا كانت في الوقت ده انا هكون شرحت الموضوع بشكل تفصيلي على ولا لا. طبعا انا عايزكم تشوفوا المحيط علشان يبقى المنظر احسن. طبعا كان المفروض احط صن بلوك ولا ايه مش عارف يعني، ما كنتش عامل حسابي بصراحه ان انا هاجي على هنا. خليني اطلع، انا عايز اعرف في صخره هناك كده عايز اطلع عليها، يمكن انا لما اطلع عليها الدنيا تبقى واضحه بشكل افضل يعني.
خلصنا الاي اي ده اللي هو الابلكيشن، بتفتح بتعمل حساب عادي كانك بتعمل حساب في اي مكان. الاي اي اكتب اي اي استراليا مثلا جوف، هيطلع لك جوف دوت اي يو. اهم حاجه يبقى في موضوع جوف ده عشان ايه؟ ما يكونش في سكام ولا يكون في مثلا المواقع اللي هي بتاعت الفلوس ديت يعني. تعال نطلع هنا كده. الميه هنا اصلا شكلها بتوصل هنا بسهوله. مش عارف بقى انا لما اقف هنا المحيط الميه هتظهر معاكم بشكل افضل. انا اصلا مش عارف انتوا سامعيني ولا لا. ربنا يستر. خلينا نشوف كده. المفروض ان المحيط كده ظاهر يعني. ف المفروض ان المنظر كده واضح معاكم. مش عارف اذا كانت الميه اصلا، الميه شكلها يعني هو في ميه هنا بس مش عارف، ممكن يكون المد والجزر والقصه الجميله دي. حتى بعد ما بتفتح الاي او اي بتقدم بقى على الولايات. في بقى الولاية فيكتوريا وولاية كمان كده فيها موضوع خليني افصل التليفون. بس احنا دلوقتي خلينا نتكلم مثلا على نيو ساوث ويلز عشان دي اللي انا قدمت فيها. دايما بينصح ان انت تقدم لكل ولاية بايميل مختلف. ده اللي اتقال لنا وده اللي احنا عملناه. وفي ناس قدمت برضو بايميل واحد في الاي او اي وبتعمل سيلكت على بقى الولايات يعني والفيز وكده، وكان بيجي لها. بس كله دايما كان بينصح ان انت خلي كل واحد لوحده عشان لما يحصل دعوات كان يقول لك يعني الولايه تدخل تلاقيك انت عامل ولايات تانية يعني انت اصلا مش مهتم. فخليك يعني كل ولايه لوحدها يكون افضل. دي وجهه نظري. تعالوا بقى نشوف، نلقي نظره اخيره كده على المحيط بقى، اوريكم الشكل اللي انتم مش عايزينه ده. نستمتع شويه بقى بالميه. اهو المحيط المنظر اهو كده. صراحه شكل الميه تحفه، والمنظر والفيو حاجه جميله. والناس اللي نازله هناك دي انا مش عارف شايفينهم ولا لا. انا بصراحه بصراحه انزل يعني. بس خلاص في المره الجايه بقى نيجي لها مخصوص ان شاء الله. بس يا سيدي، فده المحيط اللي انا كنت بحلم في يوم من الايام ان انا اقف عنده واصوره واودي كام صوره وتبقى الدنيا يعني حلوه. ويعني انا بصراحه يعني انا مبسوط جدا ان انا قدرت اقف في المكان ده واصور لكم، لان ده كان حلم من الاحلام بتاعتي ان انا اعملها. وان شاء الله انتوا كمان تحققوا حلمكم وتقدروا ان انتوا تيجوا استراليا، ويا رب يكرمكم. وانت احنا في نهايه الدنيا بناخد بالاسباب، ودايما خلي عندك عقليه واي نوت. اي حاجه انت بتعملها في حياتك، اي حاجه انت قادر تعملها قول واي نوت، خليني اعملها. يعني انا كنت قادر يعني كان عندي فرصه اسافر المانيا، قلت واي نوت خلينا نسافر المانيا واشوف الدراسه ودرست وقابلت ناس من كل دول العالم. وفي النهايه قررت ان انا ما اروحش المانيا، بعد كده بريطانيا، بعد كده امريكا، بعد كده قررت في النهايه خلاص استراليا. ودلوقتي يعني دعواتكم كده ماشيين برضو في ان احنا نكمل دراسه، وربنا يكرمكم ان شاء الله ويكرمنا جميعا. وخليني بقى اختم اوريكم بقى شكلي انا. ولغايه بقى لما نتقابل المره الجايه اشوفكم على خير، والى اللقاء. السلام عليكم. ايه ده، الواحد بيحس ان هو مبسوط كده. ايه الحماسه اللي انا فيها دي. يلا اشوفكم على خير، مع السلامه.